ايوه زي ما انت قريت كده فعلا صرفت 70 جنيه عشان اعرف اجرب شيبسي الجديد. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انتم عارفين شيبسي نزلت الثلاث اطعمه الجديده اللي هم سلطه الحاتي والليمون مع اصفر وتوميه، وقالوا ان هم ما ينفعش يتاكلوا غير مع سندوتشات. فانا النهارده جبت الثلاث اطعمه الجداد دول، وجبت مع كل طعم نوع السندوتش اللي بيتاكل معاه عشان نعرف نجرب صح. خلينا بقى نبدا على طول، بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى، ويلا بينا نبدا. طيب دول بقى التلات اطعمه الجديده زي ما انتم عارفين. اول واحد بطعم التوميه، شيبسي بطعم التوميه، وتاني واحد شيبسي بطعم سلطه الحاتي، وتالت واحد شيبسي بطعم الليمون المعصفر. طبعا التوميه بيتاكل مع الحاجات السوري وكده، وسلطه الحاتي بيتاكل مع المشويات، والليمون المعصفر بيتاكل مع الفول او الطعميه. وعشان نعرف ندوق صح بقى فجبت السندوتشات. طبعا ده سندوتش شاورما، وده سندوتش كفته، وده سندوتش طعميه. ما رضيتش بقى اجيب حاجات غاليه وكده، قلت اجيب من الحاجات اللي هي جنب البيت وكده. لو لقيت الاسعار رخيصه شويه يعني ما تستغربوش. تعالوا بقى نجربهم طعم ونشوف ايه النظام. نبدا الاول بالليمون المعصفر، ده برده شكله تاني، شيبسي بطعم الليمون المعصفر وسعره 7 جنيه. وزي ما قلت لكم عشان نعرف ندوق نجربه بقى مع الطعميه. سندوتش طعميه عادي خالص، المفروض ان هو اسمه قطمه وقطمه، يعني قطمه من السندوتش وقطمه من الشيبسي. فنفتح الشيبسي كده. طيب اولا ده شكله الشيبسي العادي، بس تحس ان البطاطس هنا اكبر سنه، يعني حجم البطاطسايه كده كبير، لكن اللون تقريبا نفس لون الشيبسي العادي. فخلينا كده بسم الله ناخد قطمه من السندوتش. بسم الله. ناخد قطمة من الشيبسي، ناخد واحدة كمان عشان بس اتأكد من الطعم. فعلا قريب من طعم الليمون المعصفر، طعم الليمون المعصفر باين فيه، ودي حاجه بصراحه غريبه بالنسبه لي، يعني ما اعرفش ازاي ممكن يعملوا طعم الليمون المعصفر، مش عارف ازاي، بس هو بالنسبه للفكره ففكره حلوه ان هم يعملوا حاجه زي كده، يعني بصراحه عجبني. فلو سالتوني هو قرب مثلا بنسبه قد ايه لطعم الليمون المعصفر، اقول لكم مثلا نسبه 80%. تعالوا بقى نشوف الطعم اللي بعده. طيب نيجي بقى للطعم اللي بعده، وهو سلطه الحاتي. برده جايب معاه سندوتش الكفته، شيبسي بطعم سلطه الحاتي، سعره برده 7 جنيه. افتحه كده. طيب ده الشكل من جوه. هنا بقى الشيبسي تحسه لونه محمر كده شبه الشطه والليمون او الطماطم، وتحس هنا ان تقطيعه الشيبسي كده اصغر، البطاطسايه نفسها اصغر. وعشان برضه نعرف ندوق صح جبت سندوتش كفته. عايز اقول لكم على السعر كده عشان ما تخضوش، لا تحسوا ان هي حاجه مش كويسه وكده، لكن هو سعره 10 جنيه بس. هي عندنا يعني الحاجات بتبقى رخيصه عشان الناس ما بتدفعش ايجارات كتير وكده، لكن كواليتي الاكل نفسه عامه حلو. وهو برضه رخيص عشان هو مش براند، يعني مش ده محل عادي يعني فاتح جنب البيت. خلينا كده بسم الله ناخد قطمه كفته. بسم الله. ناخد واحدة شيبسي. بسم الله. وعندنا عادة بيحط سلطة وطحينة على الكفتة، بس أنا قصدت إن أنا أقول له ما تحطش أي حاجة عشان أقدر أجرب طعم الشيبسي مع الكفتة، أشوف هو يديني طعم السلطة ولا لأ. وفعلا اداني طعم السلطة، كأني حاطط سلطة بالظبط على الكفتة، ودي حاجة مبهرة بصراحة بالنسبة لي، يعني تقريبا ما حسيتش فرق قوي، كأن السلطة محطوطة بالظبط على الكفتة. فلو سألتني هو قرب قد إيه بالنسبة لطعم سلطة الحاتي، هقول لك حوالي 95% يعني تقريبا، يعني ما حسيتش فرق خالص. زائد قرمشة الشيبسي خلت الليفل أعلى كده. تعالوا بقى نجرب آخر الطعم وهو التومية. نيجي بقى للطعم التالت، طعم التوميه. وبرده جايب سندوتش شاورما معاه، طبعا شاورما سوري. انا اوريكم شكل الشيبسي الاول. طيب ادي شكله شيبسي بطعم التوميه، والسعر برده 7 جنيه كده. طيب ادي الشكل من جوه. هنا بقى لون الشيبسي افتح شويه. طيب خلينا بقى نمسك كده ناخد قطمه من الشاورما، بعد كده ناخد قطمه من الشيبسي. بسم الله. ناخد بقى قطمه من الشيبسي. وانا حاسس بطعم توميه في الموضوع، بس بصراحه يعني ضعيف، يعني تحسه جاي من بعيد او كده، يعني طعم التوميه محتاج تركز اكتر عشان تعرفه تقريبا. يعني ده اقل واحد بالنسبه لي. لو سالتني هو قرب بنسبه كام للطعم، هقول لك حوالي مثلا 60 55% مش اكتر. هو اضعف طعم فيهم بصراحه. فكده الترتيب بالنسبه لي سلطه الحاتي اول واحد، بعد كده الليمون المعصفر، بعد كده اخر حاجه التوميه. وبس كده. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. وبس كده. سلام.